توتة بنحبك يا توتة، يا أجمل توتة في الدنيا توتة، يا ساكنة في عينينا شاوري نجيلك قبل الثانية. توتة احكيلنا حكاية جميلة، من حواديتك راح نتعلم. يا مساء الهنا والسعادة والجمال على أحلى عيلة في الدنيا بحالها. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت، وأنا النهاردة جاية وجايلكم بقصة جديدة واثقة ومتأكدة إن شاء الله إنها هتعجبكم، بقلم الجميلة المبدعة المتألقة سما محمد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا ونشوف قصتنا النهاردة هتدور حوالين إيه. وما ننساش نقول وتوتة توتة توتة وهتبتدي الحدوتة. قصتنا بتبتدي في حي شعبي. كانت قاعدة بطلتنا على الأرض وهي ماسكة طبلة ورابطة دماغها وبتغني: وعندي بيت أم فاروق هي هي، والشجرة طرحت برقوق هي هي، واللي بحبه جدع مرزوق وبلسان لسان نايلون. عندي بيت أم حنان آي آي، والشجرة طرحت رمان آي آي، واللي بحبه جدع عجبان واللسان لسان نايلون. الباب اتفتح مرة واحدة وهي بتغني، وهوبا لقت أبو وردة في وشها. اسكتي يا بت انت صدعتيني. في ايه يا نبع الحلال؟ بس هو الواحد ما يعرفش يغني شويه؟ تغني ايه بصوتك اللي بيلم الدبان ده؟ قومي يا بت نجري على المطبخ. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا على الظالم والمفتري. بتقولي حاجه يا حور؟ لا يا ست الحبايب، انا مخروصه اهو. طب يلا يا اختي يلا عشان المطبخ يضرب يقلب. حنان قالت كلامها وطلعت بره الاوضه. قامت وطلعت هي كمان. قبل ما تروح على المطبخ بتلاقي الجرس بيرن. راحت حور عشان تفتح الباب ولقيته البواب. الحاجات اللي قلتلي عليها هي يا بنتي. طب يا عم محمد وريني الحاجات كده عشان لو في حاجة مش موجودة. ماشي يا بنتي، قوليلي طلباتك كده تاني اشوف جبتها وكلها ولا ايه. جبتلك كيس مكرونة؟ ايوه جبتلك دي واعمل بيه انت المكرونة. اعمل انا المكرونة؟ طب جبتلك زبادو؟ جبتلك زبادي واعملوها انتوا في البيت بتاع البيت احسن. طب جبت تشيز كيك؟ جبتلك مربى بقى اعملوا انتوا تشيز كيك، هو كل حاجة علينا؟ ده ايه الهطل ده؟ طب جبت شيبس بالبصل؟ ايوه جبت الشيبس اللي بالبصل اهو، مايونيز بالبصل. انتوا بقى شوفوا عندكم شيبس وحطوا عليه اللي مايونيز ده. وكمان جبت خلاص يا عم محمد، انا لو وقفت اكتر من كده هتشل. هات يا عم محمد تسلم ايدك. طب يا بنتي خدي الحاجة اهي. حور خدت الحاجة منه وقفلت الباب وراحت على المطبخ، ولسه بتفتح الحنفية عشان تغسل المواعين الجرس بيرن تاني، وبتسمع صوت مامتها وهي بتتكلم: افتحي الباب يا حور. لا بقى كده كتير، حد قال لكم ان انا الخدامة الفلبينية بتاعتكم ولا ايه؟ وفي الوقت ده بيطلع اخوها من اوضته وبيتحرك ناحية المطبخ وبيقف جنب حور وبينزل بالقلم على قفاها: اتكلمي بصوت واطي يا خدامة انت. يلا بنت انت روحي افتحي الباب. وربنا انا تعبت، ده انتوا ناس ظالمة. قالت كلامها وهي بتطلع من المطبخ وبتروح ناحية الباب وهي بتفتحه. ايه ده؟ حظبت ازيك يا جدع، بقالنا كتير ما شفناكش. لا اله الا الله، انا نفسي اعرف عملت ايه في حياتي عشان كل لما اجي عندكم كده. اكيد عملت خير كتير قوي قوي. المهم نعم يا حظابت، ايش بدك؟ روح يا بنت انت نادى اخوك عشان عاوزه في شغل. بت؟ انا بت؟ انا ما شفتش ظابط اخلاقه منحدره بالطريقه دي. ما علينا، ادخل يا اسطى ادخل. اخويا متنيل جوه اهو. لسه ادهم هيرد عليها جه زين من وراها: ادهم ازيك يا جدع، بقالي كتير ما شفتكش. امال مين اللي كان معايا امبارح يالا، خيالك ولا ايه؟ انت بتوحشيني على طول يا حلوه انت. بس يا راجل بتكسف، ده منظر ظباط. حسبي الله ونعم الوكيل، ادخلوا ده انتوا هتشلوني. دخل ادهم وحور قفلت الباب ولسه هتروح تقعد معاهم. ايه انت رايحه على فين يا حبيبتي؟ الله بقعد معاكم. غوري يا بنت نجري على المطبخ، هاتي لادهم حاجه يشربها. ده لما ابقى الخدامه الفلبينيه اللي السيد الوالد جابها لك. هتروحي تجيبي حاجه نشربها ولا اقول على قبل ما يكمل كلامه طلعت تجري على المطبخ، وبعد شويه بتطلع وهي ماسكه صينيه وعليها كوبايتين ميه. ايه ده يا بنت انت؟ الله، مش انت قلت لي عاوزين حاجه تشربوها؟ ميه اهي. يعني انت سبت كل العصاير اللي في التلاجة وجبت ميه؟ اصلا بصراحه شربتهم امبارح. يا قلبي، شربت 5 ازايز عصير لوحدك كلبة البحر انتي. طب تعالي لي بقى،
زين قام من على الكنبة وبقلع الشبشب اللي في رجليه وبيجري ورا حور. كانت عمالة بتجري وبتروح على أوضة مامتها وهي بتفتح الباب برجلها. وقتها صحيت حنان من النوم وهي مفزوعة من صوت حور: الحقني يا ماما، ابنك عاوز يضربني. هوبا أبو وردة لبس في وشها زي ما اتعودت: هو ما حدش بيعرف ينام في البيت ده؟ جننتوني يا ولاد الهبلة، ده أنا ما بقاليش 5 دقايق مغمضة. بنتك السبب، دي مخلصة على أكل البيت كله وما كفاش وداخلة على العصاير كمان. أنت بتحد اللقمة عليا؟ أنا مش فاهم يعني إيه المشكلة لما أشرب 5 أزاز عصير وما تلاقيش حاجة تقدمها لأدهم بتاعك ده؟ هو أدهم بره ومحدش قال لي؟ ماشي، بس لما يمشي بس حسابكم معايا. أنا الصراحة بدأت أشك إن أدهم هو اللي ابنها مش إحنا. والله يا بنتي نقول إيه بس، ربنا على الظالم. زين قال كلام وبيطلع هو وحور على الصالة، لقوا مامتهم قاعدة وجنبها أدهم وقاعدين بيضحكوا مع بعض، فراحوا قعدوا جنبهم. والله يا أدهم يا حبيبي ما أعرف إنك هنا، كنت نايمة لسه ما بقليش حاجة، والجزم دول ما قالوليش. ولا يهمك يا حنون، محدش كان يعرف إن أنا جاي أصلا. ماشي يا حبيبي، أنت فطرت؟ أقوم أحضر لك الفطار؟ لا والله يا حنون، لو تقومي تعملي لي فطار من إيدك الحلوين دول. بس كده يا حبيبي، ده أنت تؤمر أمر، ثواني وأحلى فطار يكون عندك. حنان قامت من مكانها وهي رايحة ناحية المطبخ، وزين وحور قاعدين باصين لها بصدمة وفاتحين بقهم. هي دي أمهم اللي من نص ساعة بس كانوا بيتحايلوا عليها عشان تعمل لهم فطار ومرضتش تعمل لهم حاجة ودخلت تنام؟ في إيه مالكم قاعدين فاتحين بقكم كده ليه؟ أنت متأكد إن أنت مش ابن ماما من جوزها التاني؟ ده احنا أولادها ما بتعملش معانا كده. أنت عارف احنا اتحايلنا عليها قد إيه عشان تقوم تعمل لنا فطار وما رضيتش، وأنت أول لما قلت لها قامت جري. الله أكبر في عينيكوا في إيه؟ ما تصلوا على النبي كده. وبعدين حنون دي حبيبتي 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 5 حبيبتي. أدهم قال كلام وبعد يتكلم هو وزين في الشغل، وبتقوم حور عشان تساعد مامتها. وبعد شوية بتخلص حنان وحور السفرة وندهت حور زين وأدهم عشان ياكلوا. تعال هنا يا أدهم يا حبيبي اقعد جنبي. أدهم راح قعد جنبهم هما بياكلوا. كل شوية حنان تحط له أكل. وفي يا ماما هو بطة بتزغطيه؟ اخرسي يا قليلة الأدب، ده الواد يا عيني خاسس خالص. ده خاسس ما شاء الله، طول بعرض، ده عامل زي أبو الهول. مش أحسن ما كنت شبر ونص وبنص لسان كمان؟ دي مين دي اليالا اللي بنص لسان؟ اللي على راسه بطحة بقى يحسس عليها. لسه حور هترد عليه، بترزع حنان ايديها على الترابيزة. خلاص بقى انتوا على طول نقر ونقر كده. هو اللي بيبدأ، هي اللي بتبدأ. مش عاوز تقول حاجة انت كمان؟ والله ما انا فاضي لوجع الدماغ ده، وبعدين المفروض تكون اتعودت ان هم على طول عاملين زي القط والفار. على رأيك، يلا يا ولاد كملوا اكل. بمرور الوقت خلصوا اكلهم، وادهم وزين بيروحوا يقعدوا في الصالة، وحور وحنان بيلموا الاكل وبيدخلوا المطبخ. وعند ادهم وزين زي ما اتفقنا، ها؟ مش عايزين اي حد يعرف اي حاجة عن المهمة دي، وبالذات حور اختك. لسه زين هيرد، دخلت حور مرة واحدة: مش عاوزني اعمل ايه؟ ها 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 ايه؟ خلاص اتنقلي عودي. بص يا ستي، في تجار مخدرات في المنطقة كتير زي ما انت عارفة، فادهم هيعمل اكنه واقف في الكاشير في سوبر ماركت، وعلى الساعة 2 بالليل هيضلم السوبر ماركت ويقفله، بس هو هيبقى جوه ومعاه نور خفيف. النور ده هيبقى قادر يوريله مين اللي بره، وحالات الخطف دي ما بتحصلش غير بالليل، فبالتالي اول لما ادهم يشوفهم هيبقى معاه جهاز هيدوس عليه، فعناصر الشرطه هتيجي تقبض عليهم. فهمت حاجه يا اسك اخواتك؟ يا ولاد اللعيبه، ده انتوا يتخاف منكم بقى. الله اكبر في عينك يا كلب البحر. عارفه يا حور لو حد عرف عن المهمه دي حاجه هقتلك. لا يا عم ما تقلقش، سرك في بير. المهم بقى، المهمه دي هتعملوها امتى؟ هتبقى النهارده بالليل باذن الله. ده ايه السرعه دي؟ انت يا بنت انت ما عداش جمله عليك اسمها ما شاء الله. لا ما تقلقش يا اخويا، يعني عليكوا بارده. او ماي جاد حبايب قلبي، ربنا يرزقكم. طالما قلت كده يبقى ضمننا السلامه. عارفه يا حور لو عملت اي حركه من حركاتك النهارده بالذات هيبقى فيها موتك. يا اخويا قلت لك ما تقلقش. الله، لا يا اختي انت بالذات يتقلق منك. ما علينا، همشي انا بقى عشان اجهز للمهمه. ليه بس كده؟ ده انت كنت منورنا. انا مش هنزل من مستوايا ورد عليك يا كلبه البحر انت. ولا لو عارف قلت كلبه البحر دي تاني انا هعمل فيك ايه؟ حاضر يا كلبة البحر، سلام. كده ماشي. طب والله لو اوريك. حنان بتطلع من المطبخ وهي بتقلع الشبشب وبتجري ورا حور. بقى دي طريقة تعاملي بيها الضيوف يا بنت الهبلة انت؟ ضيوف ايه بس يا ماما؟ ده انت بتعامليها احسن مننا. هو انت هتقارني نفسك بيها بنت انت ولا ايه؟ على الاقل الواد محترم ومتربي مش زيك. ما خلاص يا وليه بقى، ده انت عندك صحة تكفي بلد وكمان بتقري عليا بنت انت؟ وش يا ماما حرام عليكي، وش ورم من كتر الضرب. وانت بتحس قوي، ده انت ما عندكيش دم يا بنت انت.
تشكري يا نبع الحنان. هدخل انا بقى الاوضه افكر ازاي ابوظ لابنك المهمه. ازاي بقولك ايه يا مامتي، انا رايحه اوضتي، يلا سلام عليكم. دخلت حور اوضتها وهي بتفكر ازاي هتبوظ لهم المهمه دي، وبعد نص ساعه وهي بتفكر بس لقيتها. اقعد بقى اتفرج لي على روايه تروق عليا كده. وبعد 6 ساعات متواصله وحور في اوضتها بتطلع منها صرخه بتهز البيت. كانت حنان في المطبخ. اول لما سمعت حور طلعت تجري على الاوضه. في ايه يا حور؟ بتصوتي ليه؟ موتوا يا ماما، موتوا، يا قلبي موتوا. يا خرجتي من ده اللي مات يا بت؟ ازاي يعملوا كده فيه؟ ازاي؟ هتقولي ولا خلي الشبشب يعلم على وشك الجميل ده؟ موتوا ياسين يا ماما. تخيلي، مش مصدقه ازاي يعملوا كده، انا مصدومه يا عيني. ربنا يرحمه. بس مين ياسين ده؟ بطل روايه القاتل الراقي يا ماما. والله يعني بعد ده كله بطل روايه؟ انا خلاص هيجرى لي حاجه منك. تسلمي يا مامتي. بقول لك ايه يا ست الحبايب، هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 6. الا انت مهتميه تعرفي الساعه 6 ليه يعني؟ لا عادي بسأل بس. طب يلا قومي قدامي بقى يا كلبة البحر عشان تتغدي. يا ماما ما تقوليش الكلمه دي، بتعصبني. افهموا بقى. حنان سابتها وطلعت من الاوضه وبتطلع حور وراها وهي بتدبدب برجليها في الارض. طلعت رتبت السفره ودخلت اوضه زين بتناديله. زين بقولك طيب يا ادهم نقفل انت دلوقتي. ادهم برضه؟ ايوه ادهم. وبعدين هيكون مين يعني؟ لا ولا حاجه، عموما نشوف الموضوع ده بعدين. يلا عشان ناكل. طلع زين وحور من الاوضه وقعدوا على السفره وبياكلوا، وبعد ما خلصوا اكل بتطلع حور تقعد في الصاله مع زين. الا بقولك ايه يا زين، هو الواد ادهم هيبقى في المحل من الساعه كام كده؟ وانت عاوزه تعرفي ليه اخرة صبري؟ ده سؤال بريء خالص يا زينو، مش مستريح لك. بس عامه هيبقى في المحل من الساعه 7 كده، يعني بعد نص ساعه كده عشان محدش يشك في حاجه. حلو قوي ده. بقولك يا زينو يا جميل، انت يا زينو مش عاوز تنام شويه كده قبل المهمه؟ فعلا انا هموت وانام. طب ما تدخل كده تنام وانا ابقى صحيك، مش مطمن لك بربع جنيه حتى. بس ماشي، انا هدخل انام، ولو ما صحتنيش يا حور الكلاب هموتك. لا تقلق يا اسطى، ادخل نام انت وبس. حور خلصت كلامها. زين قام من مكانه ودخل ينام. بتقوم تشوف مامتها بتلاقيها نايمه. ده كده فل قوي قوي قوي. انا بقى ادخل انام لي شويه واظبط المنبه واصحى على الساعه 1 كده. قشطة عليك يا بنت يا حور. دخلت حور تنام وبعد شويه بتصحى على صوت المنبه. قامت غسلت وشها ولبست هدومها وبتتسحب وهي بتتلفت حواليها. لقيت البيت كله هادي وكلهم نايمين. اتحركت ناحيه الباب بتفتحه ونزلت. بتلاقي ادهم لسه هيقفل المحل، فبتجري عليه. ادهومي استنى. يخرب بيتك، انت بتعملي ايه هنا يا كلبة البحر انت؟ لسه حور هترد عليه بيسمعوا صوت حركه في المكان. ادهم سحبها من ايديها ومدخلها جوه المحل وقفل عليهم. عارفه لو سمعت صوتك هموتك، فاهمه؟ يا عم حاضر ما تزقش. وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت بره. ادهم بيشغل الكشاف بسرعه وبيثبته على بره وبيشاور لحور انها تسكت. وبره المحل كانت العصابه واقفه مستنيه الشخص اللي هيسلموا له البضاعه. وبعد دقيقتين بيوصل واحد بعربيته ووراه 5 عربيات من الحرس. بينزل مراد من عربيته وبتحرك ناحيه العصابه. وفي الوقت ده بيضغط ادهم على الجهاز اللي في ايده، وفي ظرف ثواني بتكون عناصر الشرطه كلها ملفوفه حواليهم وبيحصل اشتباك ما بينهم. انا هطلع. اوعي تطلعي يا حور، خليكي قاعده هنا. ادهم طلع ونسي يقفل السوبر ماركت على حور وانشغل مع الشرطه في القبض عليهم. وفي وسط ضرب النار لقت حور مراد بيتسحب وبيطلع يجري. طلعت تجري وراه على طول من غير ما تفكر، وهو لف وراه لقاها وراه فحاول يجري بسرعه اكبر. وهو بيجري لقى طوبه قدامه ملحقش يتفاداها، وقع على الارض وحاول يقوم تاني. بس حور كانت بتجري عليه وقعدت على ظهره وهي بتشد في شعره. بقى انت بتعمل العمله وبتجري يا جبان؟ طب والله ما انا سايباك النهارده. حور قالت كلامها وكانت بتعضه من كل مكان وهي بتشد في شعره اكتر. ونسيبها بقى ونروح عند ادهم. بعد ما قبضوا على العصابه طلع يجري في الناحيه اللي حور جريت فيها، لانه لمحها وهي بتجري ورا رئيس العصابه. وبعد شويه جري وقف ادهم وشاف حور قاعده على ظهره وبتشد في شعره. جري عليها بسرعه وهو بيضحك. قومي يا مجنونه، انت بتعملي ايه؟ راجل مهزأ عاوز يعمل العمله ويجري؟ طب قومي يا مجنونه، فطست الراجل. وفعلا حور قامت وكتفوا ادهم بسرعه. ما تكتفوش يا اسطى، انا جبت له شلل نصف خلاص. ادهم ضحك وبيمشي وحور كانت ماشيه وراه. وبعد ما بوصلوا سلم مراد للشرطه. لا ده احنا نشغلك معانا بقى يا حور. لا يا عم، انا اخري اكل واشرب وانام.
ما تنسيش ان لواء، يعني لم لسانك ده شويه. ما تقلقش يا اسطى، هخليه يشيلك من هم المهنه دي. الله يطمنك يا اختي. الا قولي لي يا حور، انتي مخطوبه؟ ما شاء الله عليكي، يعني دمك خفيف. وابني كان بيدور على عروسه. كانت حور لسه هترد عليه لكن ادهم سبقها. ايه ده، هو انت ما تعرفش؟ مش انا وحور خطوبتنا الاسبوع اللي جاي؟ يا خساره. الف مبروك يا ادهم، انا همشي بقى. الله يبارك في حضرتك. اتفضل. انا مش عارف انت واقف ليه اصلا. سلام سلام. في رعايه الله. سامي مشي وادهم بص جنبه، لقى حور واقفه وبصله وهي فاتحه بقها من الذهول. هو في ايه؟ مالك فاتحه بقك لكده؟ حاسبه بس لحسن الدبان يدخل. هما مين دول اللي خطوبتهم بعد اسبوع؟ معلش. هيكون مين يعني؟ احنا مين وهم مين ومين اللي هيتخطب واحنا بنعمل ايه هنا؟ تعالي بس ورايا. ادهم مشي وحور ماشيه وراه وهي مش فاهمه ايه اللي بيحصل. طلع فوق البيت عند حور، خبط على الباب، محدش كان بيرد. وده اللي ادهم كان متوقعه. بدأ يخبط على الباب جامد وبيرزع في الجرس. عند زين صحي مفزوع على صوت الباب، وقام من النوم وبيجري بيروح عند الباب وفتحه، لقى ادهم واقف وحور وراه. ياه، ده كله عشان تفتح يا راجل، وسع كده. ادهم زق زين ودخل، وحور داخله وراه، وزين مش فاهم اي حاجه. وكان فاضل واقف متنح 5 دقايق كده ما بيعملش حاجه غير ان هو بيبص لهم وفاتح بقه. اخر ما ادهم زهق قام قفل الباب ومسك زين وقعده على الكنبه. لا بقول لك ايه، بص كده وفوق لي عشان الموضوع مهم. ثانيه بس، هو الساعه كام؟ وصحيح مش احنا كان ورانا مهمه؟ ياه. ده انت فايتك كتير قوي يا ابني. الساعه دلوقتي 3 واحنا خلصنا المهمه خلاص ونجحت الحمد لله. الساعه 3. وانتوا خلصتوا المهمة. زين قام من مكانه مرة واحدة وهو بيطلع يجري ناحية حور عشان يضربها. أما هي شافته جاي عليها فجريت بسرعة. استهدى بالله يا اسطى، في ايه بس؟ في ايه؟ ده انا هطلع روحك النهارده بايدي. بقى انا اقول لك صحيني قبل المهمة وانت تقولي لي ماشي واثق فيكي وفي الاخر تعملي كده؟ اهدى يا وحش الكون، انت كنت عاوز ترتاح. شفتك تعبان يا حبة عيني. والله العظيم لو اتشقلبتي ما انا سايبك يا حور الكلب. ادهم قام واقف وزهق خلاص. ما خلاص بقى اخرسه. وانت يا زين اتهدي بقى. عاوز اقول لك حاجه، وانت يا ست انت اتهدي بس عشان خاطرك انت بس، على اساس انك تقدر تعمل لي حاجه. كان لسه زين هيقوم يجري وراها، ادهم مسكه من ايده وقعده من تاني. بالله عليكم بقى اهدوا، خلوني اقول الكلمتين واتنيل اروح اتخمد. ها تنيل صدعتنا. انا بطلب ايد اخت حضرتك الانسه حور ليا. زين كان لسه هيرد، طلعت حنان من اوضتها وهي بتزغرط. لا اله الا الله، انت بتطلعي منين يا ماما؟ مالكيش دعوه انت. المهم احنا لينا الشرف طبعا ان احنا نناسبك يا حبه عيني. استني بس ياما، هو في حد بيجي يتقدم بالبدله بتاعه الشرطه والساعه 3 الفجر وكمان من غير ورد ولا شوكولاته؟ يا ابني الحاجات دي شكليات، احنا بنشتري راجل. هو عبيد ياما، وبعدين انا مش موافق. بتقول حاجه يا زين يا حبيبي؟ قال كلامه وبيطلع المسدس من جيبه وبيحطه على راس زين. لا يا سيدي الناس، اقعد كده بس واستهدى بالله. اديني قعدت، يلا بقى نقرأ الفاتحة. فتحة ايه وانت بتقول ايه؟ ومين اللي قالك ان انا هوافق عليك اصلا؟ في حد بتكلم يا زين يا حبيبي؟ لا يا قلب اخوك، يلا نقرأ الفاتحة. وفعلا بدأ يقرأوا الفاتحة. حور بصلهم باستغراب، ازاي يقرأوا فاتحتها وهي ما وافقتش؟ وبعد ما خلصوا ابتدوا يتفقوا على كل حاجة، وكمان حددوا ميعاد الخطوبة الجمعة الجاية، يعني بعد 3 أيام. وبعد ما خلصوا اتفاق استأذن أدهم ومشي. هو ايه اللي حصل ده؟ وازاي اصلا تعملوا كده؟ انا عمري ما هوافق عليه اصلا. بعد اذنك يا ماما، هاخد حور بس اتكلم معاها شويه في اوضتها. اذنك معاك يا ابني. قامت حور ورا زين دخلوا الاوضه، وبتروح حور تقعد على السرير وهو قفل الباب. قولي لي بقى ليه مش موافقه؟ مش عارفه، بس انا حاسه ان انا مش مستعده للحاجه دي. مش انت بتحبي ادهم يا حور؟ طالما بتحبيه واثقه فيه توكلي على الله. بحبه بس مش متاكده من الخطوه دي وخايفه اندم. ادهم شخص كويس وانا متاكد انه هيحافظ عليك ويصونك. لو انا مش متاكد من كده عمري ما كنت وافقت، وانا في ظهرك اهو معاكي، ولو عمل اي حاجه تزعلك هقفله ودايما هبقى معاكي، وانا عمري ما هغصبك على حاجه يا حور. انتي عمرك كله ومستعده اضحي بحياتي علشانك. لو مش موافقه انا معاكي وهدعمك في اي قرار تاخديه. وانا موافقه يا زين، وعارفه انك دايما معايا، وانا واثقه في اختياراتك ليا. ربنا يخليك ليا يا ربي وما يحرمنيش منك ابدا يا نور عيني. انت عوضتني عن حاجات كتيره قوي، خلتني مش محتاجه اي حاجه وعيني مليانه. انا بجد مش عارفه من غيرك كنت عايش ازاي. انا عايش في الدنيا دي بس عشانك وعشان ماما. ربنا يديمكم نعمه في حياتي.
يلا يا روحي بقى، قومي صلي استخارة وبعدها صلي الفجر، ولو لسه ما استريحتيش مش مهم، أهم حاجة في الدنيا دي راحتك. حاضر يا حبيبي. زين ابتسم لها وبيطبطب على كتفها بكل حب. خرج من الأوضة وبعد ما طلع قامت حور تتوضى وتصلي، وبعد ما خلصت حست براحة غريبة. كانت فرحانة جدا من جواها لأنها فعلا بتحب أدهم من 5 سنين ومحدش كان يعرف غير زين وبس. وبعد شوية الفجر أذن، قامت حور تصلي ونامت. وبعد 3 أيام وخصوصا في أوضتها كانت واقفة بتظبط فستانها وجنبها صاحبتها. شكل حلو يا مسا ولا لأ؟ يا بنتي دي المرة المليون اللي أقولك شكلك تحفة والله. أمال في فرحك هتعملي إيه؟ يعني بجد شكل حلو. يوه لا بقى أنا تعبت، شوفي حد تاني تقري فيه. حور كانت لسه هترد سمعوا خبط على الباب. ادخل. زين دخل وراح ناحية حور وبس راسها. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. قمر يا قلبي، ربنا يحفظك ويحرسك من كل شر يا رب. بجد يا زين وشكل حلو. حلو بس ده انت تقولي للقمر قوم انا اقعد مكانك. يلا بقى يا حبيبتي ادهم قاعد مستنيكي بره. مسك زين ايديها وخرجوا بره الاوضه وريماس بتخرج وراهم واتحركوا ناحيه الصاله. اول لما ادهم شافها راح ناحيتها وعشان يمسك ايديها. ايه يا نجم ما تشيل ايدك احسن توحشك. ايه يا بنتي ما انا بقيت خطيبك. انت قلت اهو خطيبك، يعني مش مراتك ولا اختك. مش معنى ان انت خطيبي يبقى تمسك ايدي. انت زيك زي الغريب لحد ما ابقى مراتك. ادهم وزين بصولها والفخر باين في عيونهم. عرفت تربي صح يا صاحبي. ادهم قال كلامه لزين وبص لحور. يلا يا حوري. اتحرك ادهم وحور جنبه وراحوا يقعدوا في الكراسي المخصصه ليهم. وجم الاهل والصحاب يباركوا لهم لانهم كانوا عاملين الحفله عائليه. وبعد السلامات والمباركات واللازم منه كل واحد بيروح يقعد مكانه. وبعد 5 دقايق بتيجي واحدة لبسها كله قصير وشكلها مريب بتتحرك ناحية أدهم وهي بتترمي عليه. ألف مبروك يا أدهومي، مع إن شايفة إن البيئة دي ما كانتش تستهلك. احترمي نفسك يا سلمى وتفضلي اقعدي مكانك. بالك بس يا أدهومي، ده أنا كنت جاية أبارك لك. وخلاص باركتي، اتفضلي مكانك بقى. سلمى مشيت وهي متغاظة جدا وبصت لحور بحقد وغيرة. الله 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 الله، ومين السنيورة الحلوة دي كمان؟ دي بنت خالتي. بنت خالتك؟ قلتلي. طيب انت كويسة ولا ده هدوء ما قبل العاصفة؟ دي واحدة رخيصة وعمري ما هنزل من مستواي واتكلم مع الأشكال دي. ربنا يكملك بعالك يا حبيبتي. وبعد شوية بيجي وقت تلبيس الدهب اللي اشتروه من يومين. بتيجي مامتها تلبسها الخاتم بعد ما رفضت رفض شديد ان ادهم يمسك ايديها. وبعد ما خلصوا قعدوا قعدة لطيفة مع بعض كلها حب وصفاء. لكنت واحدة بس اللي بتبصلها بحقد وغيرة، كانت سلمى اللي بتحاول تنكد بكل الطرق عليها. بس حور ما كانتش بتهتم بيها ولا بترد عليها. وبعد ما سلمى فقدت الامل انها تحاول تبوظ يوم حور لانها حاولت بكل الطرق وما نفعش، ففضلت انها تسكت وبتبص لهم بحقد. وبعد ساعة بتخلص الخطوبة كل واحد بيروح لبيته بعد يوم طويل ومتعب. حور بعد ما غيرت الفستان ولبست البيجامة بتاعتها كانت لسه هتنام، لقت الباب بيخبط وبعدين اتفتح ودخل زين. حور صاحية؟ ايوه يا حبيبي تعالى، في حاجة؟ بصراحة انا كنت حابب يعني افتحك في موضوع بخصوص ريماس صاحبتك. ريماس؟ مالها ريماس، في ايه؟ الصراحة أنا معجب بيها من زمان وبقالي فترة بكلمها وأنا عارف إن ده حرام، فقررت أتقدم لها أحسن ويبقى كله بالحلال. والله يا حبيبي ده هيبقى أحسن قرار أخدته. ريماس بنت كويسة ومحترمة. بكرة بإذن الله هفتحها في الموضوع وأخد رقم باباها تكلمه. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. ويخليك ليا يا حبيبي. روح نام بقى عشان النهاردة كان يوم متعب قوي. أيوة فعلا أنا تعبت قوي النهاردة. تصبحي على جنة يا حبيبتي وأنت من أهلها يا رب. حور قالت كلامها وبعدها بيطلع زين وهي فردت جسمها على السرير وبتروح في نوم عميق. تاني يوم بتصحى حور تاخد حمامها وتصلي فرضها ومسكت تليفونها بترن على ريماس. الو، ايوه يا عروسه، ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ يا بنتي والله انا لسه مخطوبه امبارح. عروسه ايه بس؟ عامه انا كنت عاوزه افتحك في موضوع كده. بنتي يا حور اوعي تكوني عملت مصيبه. لا ما تقلقيش. زين كان عاوز رقم باباكي يطلب ايدك. زين مين ويطلب ايد مين؟ يا بنت زين اخويا عاوز يطلب ايدك. بتهزري يا حور؟ انت بتتكلمي بجد والله؟ ده احنا شكلنا واقعين خالص. طب انتوا اصلا بتتكلموا. ماشي يا سهنة، عامة انا بتكلم بجد، انت ايه رأيك؟ ودي فيها كلام؟ موافقة طبعا. خدي رقم بابا اهو 011. تمام كده، ربنا يتمم بخير يا روحي. يا رب يا حبيبتي يا رب. طيب سلام دلوقتي وابقى اكلمك بعدين. قفلت حور الخط وراحت عند اوضه اخوها وبتخبط ودخلت بعد ما اذن لها بالدخول. جايبالك حته مفاجاه، انما ايه؟ لوز العنب. ايه قولي بسرعه. ريماس
وافقت يا سيدي وادتني رقم باباها. بتهزري صح؟ هو في ايه؟ هو كل ما اكلم حد يقول لي بتهزري؟ لا يا عم ما بهزرش، امال لو ما بتتكلموش بقى. وخد رقم باباها كمان هو عشان تصدق. زين اخد الرقم فعلا ولسه هيتصل لكنها وقفته. يا عم استهدى بالله، انت هترن دلوقتي؟ انا بقالي سنه مستني اللحظه دي، غوري بقى من وشي عشان اكلمه. تسلم يا ذوق، اديني متنيله خارجه. وقبل ما تعلقوا ان هي ازاي ادت لها رقم 011 وبتتصل، اكيد مش هقول رقم يعني، فبنمشي الدنيا، عارفاكوا بتقفولي على الواحده. نكمل القصه. خرجت حور من الاوضه وزين رن على صلاح، وبعد كام ثانيه بتفتح الخط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم؟ الحمد لله. مين معايا؟ بصراحه انا اخو حور، صاحبه بنت حضرتك. بقالي فتره معجب بيها وقررت ادخل البيت من بابه. وماله يا ابني، تنورنا بكره باذن الله بعد صلاه العشاء. باذن الله يا عمي، هكون عندكم في الميعاد. تمام يا ابني، في رعايه الله، مع السلامه. قفل زين الخط، قعد يتنطط على السرير هو مش مصدق نفسه، وخرج بره الاوضه لقى مامته واخته قاعدين مع بعض. ماما، حور، مش هتتخيلوا حصل ايه. عم صلاح ابو رماد حددت معاه ميعاد وهنروح بكره بعد العشاء. الف مليون مبروك يا حبيب قلبي، ربنا يفرحك كمان وكمان يا رب. يا رب يا ست الكل. الف مبروك يا نن عيني، الله يبارك فيك يا حبيبتي. وبعد المباركات بيقعد زين معاهم قعده لطيفه مليانه بالحب والدفء. وفي نص القعده الجرس رن، قام فتح الباب لقى ادهم. ادهومي، ازيك يا جدع؟ وحشتني موت. يا عم تنيل، ما انت كنت في خلقتي ال 24 ساعه امبارح. ما علينا، ادخل يا اسطى. كنت عاوز اقول لك حاجه بخصوص حور. اتفضل ارغي. انت طبعا عارف ان انا جاهز من كل حاجه وشقتي جاهزه، والحمد لله مستواي المادي كويس جدا. فايه رايك نخلي فرحنا انا وحور الشهر اللي جاي؟ انت اكيد عارف ان انا هحافظ عليها واحطها في عينيا. عارف يا ادهم ومتاكد من ده، ولو حور موافقه انا كمان موافق. خليك هنا ثواني ادخل اسالها. زين راح ناحيه الانتريه، قعد جنب حور وهو بيقول لها الكلام اللي ادهم قاله. لو عاوزه تاخدي وقت في التفكير براحتك خالص، ولو مش موافقه خالص براحتك برضو وانا معاكي. والله يا زينو اللي تشوفه انا موافقه بيه، انا واثقه في اختياراتك. انا عن نفسي موافق، فعلا ادهم شخص خلوق ومحترم وهيحافظ عليك. ها، اقول موافقه خلاص؟ ماشي يا زينو. بيطلع زين من عندها ويرجع يقعد جنب ادهم. حور موافقه، نتوكل بقى على الله. وبعد نص ساعه اتفقوا على كل حاجه وادهم مشي. تاني يوم وبالاخص كان واقف قدام المرايه وبيظبط شكله وبيرش من البرفيوم بتاعه. وبعد ما خلص طلع لقى حور ومامته مستنيينه، واتحركت حنان ناحيته وهي بتطبطب عليه. تبارك الرحمن، ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي ويحفظك من كل شر يا رب. ربنا يديمك نعمة في حياتي يا ست الحبايب. يلا يا جماعة هنتأخر على الناس بقى. حور قالت كلامها واتحركوا بره الشقة ونزلوا على تحت بركبوا العربية وبيمشوا. وفي بيت رماز كانت قاعدة باصة من الشباك وهي مستنية زين يوصل. أول لما شافته وبينزل من عربيته قلبها دق جامد. هي استنت اللحظة دي كتير وأخيرا حلمها بتحقق. خرجت بسرعة بره الأوضة ودخلت المطبخ عشان تجهز القهوة. وعند زين وأهله استقبلهم والد رماس ووالدتها، وبعد الترحاب والسلام واللازم منه دخل زين وحنان يقعدوا في الصالة. وحور دخلت المطبخ لرماس. ماذا؟ ايه القمر ده يا بنت انتي؟ حبيب قلبي والله تسلميلي حبيبة قلبي. بقولك ايه يا بنت انتي، خلصت القهوة؟ ايوه خلاص هصبها اهو. وعندي زين، والله يا ابني احنا ما يهمناش اي ماديات، بس اهم حاجة تصونها وتراعي ربنا فيها، وخليك عارف انها اغلى حاجة عندي، يعني يوم لما تزعلها تبقى ما تلزمهاش. والله يا عمي هحطها في عينيا وعمري ما هزعلها ابدا. انا عن نفسي موافق لان انا سألت عنكم ومحدش قال عنكم كلمة وحشة في حقكم، بس اهم حاجة رأيها. لو وافقت انا موافق. بعد شوية بتدخل رماس ومعاه صينية القهوة ووزعتها عليهم. دخلت حور بعدها وراحوا يقعدوا جنب حنان. زين اخد القهوة ولسه بيشرب اول بق ووشه اتقلب الوان من كتر الملح اللي فيها. حطها على الترابيزة بسرعة وهو بيكح وبص الحور بتوعد لان هو متأكد ان دي فكرتها. مالك يا ابني، القهوة وحشة ولا ايه؟ لا يا عمي، انا بس ما بحبش القهوة قوي. وبعد ما زين شرب مية وهدي بيبص صلاح لبنته. ها، موافقة يا بنتي؟ اللي تشوفه يا بابا. تمام، يبقى توكلنا على الله، يلا نقرأ الفاتحة. وبعد ما قرأوا الفاتحة حمحم زين بإحراج. الحقيقة يا عمي أنا فرح أختي كمان شهر، وأنا حابب فرحي يبقى معاها ده بعد إذنك يعني. بس شهر قليل أوي يا ابني، مش هنلحق نجهز حاجة. ما تشيلش هم أي حاجة يا عم، أنا هظبط كل حاجة.
ده غير ان انا عندي شقه فوق شقه والدتي هنسكن فيها ومفروشه، ولو حابين تغيروا اي حاجه في الديكور انا تحت امركم. الامر لله وحده يا ابني، مع اني شايف ان شهر قليل بس وماله، توكلنا على الله. البيت اتملى بالزغاريد، وبعد ما اتفقوا على كل حاجه استأذن زين وعيلته وقاموا يمشوا. وبعد شهر من التعب وتجهيزات الفرح بيجي اليوم المنتظر، يوم فرح أدهم وزين. في الجناح عند أدهم كان صوت الأغاني عالي، وكل أصحاب أدهم وزين بيرقصوا في الجناح المخصص ليهم. بعد ما بيجهزوا أدهم وزين بيتحرك أدهم ناحية زين وبيتكلم معاه. تعرف، أنا مش قادر أصدق إن النهاردة فرحنا. إحنا أصحاب من أيام الحضانة، عدينا بظروف كتيرة مع بعض، في كتير حاولوا يفرقونا معرفوش. أنا بحبك أوي يا صاحبي، يا رب دايما سوا. ولا أنا مصدق، النهاردة أسعد أيام حياتي لأن أنت معايا. يمكن إحنا على طول بنتخانق وننكش في بعض، لكن أنا والله العظيم ما أقدر أعيش من غيرك أبدا. أنت هدية من ربنا ليا، ربنا يديمك نعمة في حياتي يا حبيب أخوك. خلصوا كلامهم وحضنوا بعض حضن بيحمل الكثير من الحب والإخلاص والوفاء والصداقة. وفي جناح حور ورماس وقفت حور تبص لنفسها في المراية وهي لابسة الحجاب. قررت تفاجئ الكل بالقرار ده، مش مهم شكلها ايه، المهم انها لابسة حاجة ترضي ربنا. حور بصت وراها لقت رماس قاعدة متوترة قوي. مالك يا بنت متوترة كده ليه؟ فرفيشة، ده النهاردة فرحك يعني. مش عارفة يا حور، حاسة ان انا اتسرعت سيكة في حوار الجواز ده، وجاية تقولي الكلام ده يوم فرحك؟ لا اله الا الله، هتشل. عموما يا ستي ما تقلقيش، انا عارفة ان زين اخويا طيب وعمره ما هيزعلك، وهتعيشي مع اسعد ايام حياتك. يا رب يا حور يا رب. قعدت حور تتكلم مع رماس عشان تقلل من توترها ده. وبعد 5 دقايق خبطت حنان وسمية على بناتهم وهما بيزغرطوا. تبارك الرحمن، قمر بالحجاب يا قلب ماما، ربنا يثبتك يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا ست الكل ويديمك نعمة في حياتي يا رب. قمر يا ماسة يا حبيبتي، تبارك الله، تجنني، ربنا يحرسك من العين يا حبيبة قلبي. أنا بحبك قوي يا ماما، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. يلا يا بنات بقى، أدهم وزين مستنيينكوا تحت. حنان مسكت إيد بنتها وسمية كذلك ونزلوا تحت، لقوا المأذون قاعد وحواليه أدهم وزين، اللي أول لما بيشوفوها بالحجاب اتصدموا. ضحكت حور على صدمتهم الواضحة قوي، وبعد كده راحوا قعدوا على الكراسي. وبعد شوية بيتم كتب كتاب أدهم وحور، والزغاريد بتملى المكان. وبعد 10 دقايق بيتم كتب كتاب زين ورماس، والزغاريد بترجع تملى المكان. بيقوم أدهم من مكانه وبيمسك إيد حور وبتحرك بقى ناحية الكراسي المخصصة ليهم، وزين كذلك. وعند أدهم ولسه ماسك إيديها: أيتها الجميلة التي سرقت قلبي بدون استئذان بشقاوتها وحلاوتها ومرحها، اليوم حفل زفافنا، أشعر بالكثير من السعادة، لا أعلم ماذا أقول، لكني أحبك بشدة حوريتي الجميلة. أنا أيضا لا أعرف ماذا أقول، لكن كلماتك أشعرت لي بدني من شدة جمالها. أحبك أيها الضابط المجنون. ماست الجميلة، النهاردة أسعد يوم في حياتي، كنت حلم ما أقدرش أوصله في يوم من الأيام، لكن الحمد لله حصلت عليكي، وده أكبر إنجاز بالنسبة لي. أنا بحبك قوي يا ماستي. أنا حاسة بالتوتر من كلامك اللي بيكسفني ده. كل اللي أنا عايزة أقوله إن أنا بعشقك قوي يا زين. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، ونقول: وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة، توتة 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 وبتخلص الحدوتة. ثقة اللي بيحبونا فينا بتخلينا مطمنين وعندنا استعداد ندخل في الدنيا والعك بتاعها بصدرنا. في نفس الوقت لو اتقابلت الثقة دي باستهانة بيقولوا إنها بتبقى زي الأستيكة، مع كل غلطة بتصغر شوية بشوية وحجمها بيقل. الناس اللي بيعرفوا يحافظوا على ثقتك هم اللي بيبقوا أبطال حياتك الحقيقية، مش بالبطولات الكبيرة لكن بالثبات والإخلاص والوفاء. أما بقى اللي بيخذلوك فدول بيعلموك تحفظ طاقتك وتختار مين اللي يستحق شرف القرب. رحلة جديدة خلصت، ويمكن تكون الأحداث اللي فيها مرت علينا بسرعة، بس الأكيد إن كل قصة بنعيشها بتسيب جوانا بصمة خاصة وبتعلمنا حاجة جديدة عن الحياة أو عن نفسنا. أتمنى بجد تكون القصة دي عجبتكم واستمتعتوا بكل تفاصيلها معايا من أول لحظة لحد آخر كلمة. دعمكم ده هو اللي بيخليني أكمل وأقدم لكم كل يوم حكايات جديدة ومميزة. علشان كده لو استمتعتوا بالقصة دي وحسيتوا إنها لمستكم بأي شكل، ياريت تدعموا الفيديو ده بلايك كبير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس اللي بتحب القصص الجذابة. وكمان أنا متحمسة أقرأ كل تعليقاتكم في الكومنتات. شاركوني إيه أكتر مشهد عجبكم في القصة، وإيه اللي حسيتوا بيه بعد ما سمعتوها،
رأيكم وتفاعلكم ده هو وقودي اللي بيخليني أقدم الأفضل دايما. شكرا من كل قلبي لكل واحد كمل القصة معاه للنهاية، وأوعدكم قريب جدا هنرجع بقصة جديدة ومغامرة مختلفة تماما هتخليكم متشوقين من أول كلمة. لحد ما نيجي المرة اللي جاية طبعا هتوحشوني. سلام.